ازيك يا عبد الخالق، اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. عايزين نبتدي بقى ونشوف احنا هنختار قطع ايه في الجهاز. ايه رايك نبتدي باول قطعه تكون المعالج بتاعنا؟ طب ماشي، لان هو برضو ما زال قطعه مهمه وبنحدد عليها باقي الجهاز الاول عشان نشوف انت هتحتاج تستخدمه في ايه وكده. بالظبط، ما انا بقول كده، المعالج هو اللي هنحدد على اساسه المذر بورد والرامات والحاجات ديت كلها. مظبوط. بالظبط، واستخدام العام كمان للجهاز. واستخدام العام للجهاز بالظبط. طيب بص بقى يا سيدي، انا زي ما قلت لك الجهاز هيكون هدفه الاساسي الجيمنج، والجيمنج 4K كمان، مش الجيمنج 1080p. لو انا عايز البروسيسور دوت يبقى كويس للجيمنج. انا عارف ان اي ام دي منزله دلوقتي ريزن 7 وريزن 5، وفي انتل طبعا منزله بروسيسورز كتيره. انت في رأيك لو انا هجيب حاجة مثلا للجيمنج هيكون هنهي احسن؟ اولا انتل ولا اي ام دي وليه؟ هنحدد الحاجات منصه الكور اي بتاعت انتل اكتر المره دي، عشان موضوع الكلوكس الاعلى بتاعتهم وحاجه او الاي بي سي بتاعت البروسيسور بتاعتهم وكم حوار تاني كده بيخلي ادائهم في البيور جيمنج احسن من اداء رايزن، لان رايزن ما زال عنده مشاكل في الكاش والميموري شويه. يعني رايزن مشاكله في الكاش والميموري، بس مشاكله مش في الكور كلوك. مش في الكور كلوك بس، الاي بي سي بتاعه اقل سنه والمشاكل الاساسيه بسبب الكاش والميموري. يعني المشاكل الاساسيه في رايزن هي الكاش والميموري. مظبوط. الكور كلوك هما زي بعض، بس لو كسرت سرعه انت طبعا هيكسب. انت ممكن تطلع ب 6700K او 7700K لحد 5 جيجا هرتز تقريبا، مقارنه بالبرايزن 441 بالكتير. اعمل حسابك برضو ان انا يوتيوبر، بس زي ما قلت لك الجهاز دوت هيبقى همي الاساسي فيه هو الجيمنج. طيب لو واحد عايز يختار معالج، المعالج دوت يكون يقدر يعمل بيه مثلا اديت او يعمل بيه فيديوهات او اي شغل برودكشن تاني، وفي نفس الوقت يلعب بيه جيمنج، ساعتها هيبقى انهي احسن، انتل ولا اي ام دي؟ حاجات اي ام دي رايزن، وممكن منصه السكايليك اكس الجديده بتاعت انتل برضو، اللي هي لسه ما نزلتش قدامها شهر او 2 تقريبا. لكن بالنسبه للسعر اكس 99 انا عارف ان اسعاره نازله خرافيه شويه. لا، اكس 299 اللي هو الجيل الجديد سكايليك اكس سوري اكس 299 سعره احسن شويه، بس هو لسه عشان ما نزلش فانا مش عاوز احكم عليه الاول، هقول رايزن مؤقتا يعني لحد ما ينزل طبعا ونشوف اداؤه. طيب بقول لك ايه، بالنسبه للاكس 299 ما دام احنا جبنا سيرت، هل هو هيبقى كويس للجيمنج ولا مش هيفرق كتير في موضوع الجيمنج؟ بالظبط، هيبقى زي اكس 99 من ناحيه الجيمنج السوكت اللي فاتت يعني. لو قارنته ب 6700K او 7700K، ممكن 6700K يعديه بحاجه بسيطه او يبقوا متساويين. تمام، مع فرق السعر طبعا. مع فرق السعر هو بيتفوق من ناحيه الريندرنج والشغل بتاع الكونتنت كرييشن اكتر يعني. يعني الجيمرز ما يفكروش في المنصه بتاعت 99 ديت خالص، ويركزوا دايما على اللي هي معالجات اللي هي على ما اعتقد بتاعت الزي 270 تقريبا والزي 170. طيب حلو، يعني كده لو انا هشتغل كونتنت كرييشن او ان انا هعمل فيديوهات او هشتغل برودكشن من اي نوع او انتاج من اي نوع، ساعتها هيبقى رايزن 7 هو الاحسن بالنسبه لي حاليا على حسب الموجود في السوق. ولو انا هشتغل جيمنج بس هيبقى انتل هو اللي احسن لي دلوقتي. مظبوط. رايزن 7 ورايزن 5 هم هيدوك برضه اداء كويس في الجيمنج، مش اداء وحش، بس ما دام مش بيور جيمنج فخليك من ناحيه بروسيسات انتل لانها ما زالت متفوقه يعني بفرق معقول. تعال نرجع لموضوعنا بقى. لو انا عايز اشتري معالج، احنا استقرينا خلاص ان انتل هي الافضل في الجيمنج، ايه احسن معالج انا اشتريه للالعاب؟ ال 6700K او ال 7700K، لو مش ناوي تعمل اوفر كلوك يبقى 6700 او 7700. لو مش ناوي اعمل اوفر كلوك، طب هما الاثنين بيتعملوا اوفر كلوك برضه. تخيل الكي بيتعمل له اوفر كلوك، النسخه اللي مش كي مش بيتعمل لها اوفر كلوك. سوري يعني انت قلت 7700 و7700 كي. الفرق ما بينهم في الفلوس كتير ما بين ال 7700 و7700 كي مثلا؟ مش كتير، مش فاكر هو كان فرق مش ضخم يعني. بس هو الفكره انت عاوز تعمل اوفر كلوك ولا لا، لان الاوفر كلوك هتحسب بورده زي بدل بورده اتش مثلا او بورده بي، وهتحسب كولر كويس عشان ما بيجيش مع كولر. هيبقى ليها حسابات. لا انا اعرف ان ال 7700 كي بيقدر يوصل ل 5 جيجا بسهوله جدا. دي حقيقه. طب هسألك على حاجه، انا اعرف ان 7700 كي البوست كلوك بتاعته او هي ديفولت موجوده في البروسيسور اصلا، البروسيسور بيوصل ل 4.5 بسهوله، بيوصل ل 4.5. مظبوط. هل الموضوع ده برضو في 7700 ولا ده في 7700 كي بس؟ البوست في 7700 هيبقى اقل حاجه بسيطه، لكن هو مازال بوست برضه كويس. يعني معنى كلامك لو انا جبت مثلا 7700 كي وعملت له اوفر كلوك ل 5 جيجا بسهوله، احنا عارفين ان هو بيتعمل له 5 جيجا بسهوله، هيبقى ده احسن بروسيسور هيديني اداء في الالعاب. مظبوط.
مظبوط اه. ده ثمنه في حدود كام؟ ال 7700 كي هو اللي انا فاكره كان في حدود 340 350 دولار. 340 350 دولار. طيب لو واحد عايز يجمع تجميعة للألعاب برضو، بس التجميعة ديت عايز السعر بتاعها ما يكونش عالي قوي، عايز السعر يكون متوسط. ايه احسن بروسيسور يقدر يجيبه بالسعر المتوسط ده؟ ال 6500 الاي 5 6500 او 7500 هما الاثنين واحد يعني. وطبعا النسخه الكي منه اللي هو 6600 كي و7600 كي. تمام. بس دول ثمنهم في حدود كام تقريبا؟ 230 240 دولار كده في الحدود دي. يعني فرق 100 دولار تقريبا، هو 110 120 دولار ما بينهم وما بين ال 7700 كي. طيب فرق الاداء ما بينهم هيكون كبير؟ لا، في 99% من الالعاب الموجوده دلوقتي فرق الاداء هيبقى صغير جدا. في لعب معينه زي باتل فيلد 1 عشان اللعبه مليانه فيزيكس وكده، ونوعا يعني بتعمل بوتل نيك على البروسيسورات المتوسطه، فحاجه زي ال 7700 هيبقى مفضل في الحاله دي طبعا عشان الهايبر ثريدنج بتاعه. يعني برضو عدد الكورز ساعات بيفرق في بعض الالعاب زي باتل فيلد 1. مظبوط، الهايبر ثريدنج مساعد جدا في ال 7700 كي عن ال 6600. طب هل ده معنى ان في بعض الالعاب هتأدي اداء كويس مع الريزن 7 مثلا عن ال 7700 كي؟ يعني تعال نفترض مثلا باتل فيلد شغلتها انا على 7700 كي وشغلتها على ريزن 7، هل هتشتغل احسن على 7700 كي ولا احسن على ريزن 7؟ هو حسب، لو اتفرجت على الريفيوز اللي بتاعها هتلاقي برضه هتبقى منحازه شويه لل 7700 كي، لان هو اللعبه متبرمجه اساسيا على 4 كورز بس، والهايبر ثريدنج بيساعد في حاجات معينه من الفيزيكس وكده، فهو استخدامها لل8 كورز مش كامل. فنرجع بقى تاني لمشكله الميموري بتاعه رايزن، فهتقلله برضو عن ال 7700. لكن هيتفوق مثلا في لعبه زي اشز اوف سنجولاريتي، العاب الاستراتيجي عامه اللي بتبقى مليانه حاجات محتاجه سي بي يو بروسيسنج كتير وكده، ساعتها الريزن 7 هيتفوق. مظبوط. طيب يعني احنا قلنا لو حد عايز يجيب احسن بروسيسور للالعاب هيجيب ال 7700 كي، لو حد عايز يجيب بروسيسور متوسط للالعاب هيجيب الاي 5 6500 او 6500 كي. مظبوط. بس بلاش ال 6400 لان ال 6400 الكور كلوك بتاعته قليله شويه، وبالنسبه لفرق السعر ما بينه وبين 6500 200 جنيه 300 جنيه حاجه كده، فرق الاداء ما بينهم يعني يستاهل اكتر من كده كمان. فطبعا اللي يجيب ما يجيبش اقل من 6500. طب هو ال 6500 التردد بتاعه كام وال 6400 التردد بتاعه كام؟ تقريبا كان 3.4 تقريبا كان 3.4 لاني ما قعدتش بحفظ الكلوكس قوي، او 3.6 كمان. ال 6400 اللي كان 3.2 حاجه كده. ريزن 5 ما يبقاش احسن من اي 5 برضو؟ هو نفس المشكله بتاع ريزن 7 والاي 7 برضو حسب الالعاب وكده برضو. طيب لو احنا عايزين نجيب بروسيسور يا دوبك بقى يمشينا، يعني مش عايزين ندفع فلوس وعايزين شويه اداء، فاهمني؟ للناس اللي معهاش فلوس تشتري بروسيسور دلوقتي، الاي 3 600 بس. انا فاهم. نعم ال 600 بس لو اقل، لنفرض يعني ان في حاله انه اقل من كده ولازم جديد، يبقى البنتيوم جي 4560 بس، اللي هو هيبقى اخره العاب اي سبورتس، العاب خفيفه عامه، دوتا 2 لول اوفر واتش ممكن الحاجات الخفيفه. طب بقول لك ايه، ال 600 بكام تقريبا؟ ال 600 بيتباع في حدود 120 130 دولار. 120. والجي اسمه جي 4560. 4560. طيب ده ثمنه كام؟ ده ثمنه في حدود 80 دولار تقريبا. 80 دولار. طيب البروسيسور الاخراني اللي احنا قلنا عليه اللي هو جي 465 دوت، اللي انا اول مره اسمع عنه منك على فكره دلوقتي، اعتقد هيعمل مشاكل في الالعاب كتيره. مظبوط، احنا ممكن نستبعده ونقول للناس يفضل ان هم ما يجيبوهوش. دي حقيقه، بس انا بقول لنفرض لو هو مثلا حد لازم يشتري حاجات جديده مش مستعمله، لان الموضوع ده بيعدي عليا كتير. لكن تمام. انا شخصيا لو بشتري هروح لخير مستعمل في الرينج ده. ممكن اجيب اي 5 مثلا سكند جنريشن ببورده بنفس الثمن ده. يبقى احنا استقرينا ان احسن بروسيسور للالعاب هو 7700 كي، وبروسيسور متوسط للالعاب هيكون ال 6500، وبروسيسور او معالج يكون اقل قيمه ممكنه ممكن تشغل لنا جهاز هو 6100. مظبوط. انا هسالك سؤال بقى تاني علشان الناس تبقى عارفه وهي بتجيب البروسيسورز او هي بتجيب المعالجات ديت ممكن يقفوا في. لو هتكلم على 2 من كروت الشاشه او هتكلم على 3 كروت شاشه بالظبط، 3 كروت شاشه دولت عايزين نعرف ال3 دولت مع كل بروسيسور من دول ممكن يعمل لنا عنق زجاجه ولا لا. يعني لو احنا هنتكلم، تعالى نتكلم على كروت شاشه مثلا ايه اللي هي ال 480
الاي ام دي 480، ونتكلم على نيفيديا 1070، ونتكلم على ال 1080 تي اي. التلاتة دولت مع كل بروسيسور من التلاتة اللي احنا قلنا لهم انهي بروسيسور من دولت. يعني تعالى مثلا نبتدي مع 7700 كي. ال 7700 كي في حاجه من التلات كروت الشاشه دولت ممكن تعمل معاه موضوع عنق الزجاجه والبروسيسور يوقف الكارت ان هو يشتغل؟ لا 7700 كي يعتبر زي ما قلت لك هو بروسيسور اوفرول كويس، ومعظم الالعاب مش بتحتاج اكتر من الفول كورز والهايبر ثريدنج بتاع ال 7700، فما افتكرش في لعبه ممكن يعني تعمل بوتل نيك. يعني مش هيعمل بوتل نيك او عنق زجاجه ال 7700 كي مع اي واحد من الثلاث كروت دول. ال 6500 هيعمل عنق زجاجه مع واحد برضو من الثلاث كروت شاشه دول؟ هو برضو يعتبر لا، اللي هو زي دايما ال 6500 ده هو دايما خياري، اللي تقريبا بحطه على اي كارت موجود. ال 1080 تي اي ممكن شويه ان الكارت ما زال عالي، يعني عالي عليه شويه، وممكن في بعض الالعاب منها باتل فيلد 1 تضغط على ال 6500 شويه فهيبوتل نيك الكارت. يعني لو انا حد يجيب 6500 يفضل ما يجيبش معاه ال 1080 تي اي. لو هيلعب العاب هتركز على السي بي يو اكتر هيبوتل نيك شويه، لكن في معظم يعني قلت 60 70% من الالعاب الموجوده في السوق هيبقى كويس معاها، يعني هيبقى تمام. تعال نروح بقى لاخر بروسيسور اللي هو 6100. هيعمل عنق زجاجه مع انهي واحد برضو من الثلاثه؟ هيبقى مع ال 1070 و 1080 تي اي اكتر، لان هو 2 كورز و2 هايبر ثريدنج بس، هيبقى ضعيف قوي في معظم الحاجات. في العاب كتير جدا معظم الالعاب دلوقتي معتمده على 4 كورز من غير هايبر ثريدنج على الاقل، يعني ف2 كور و2 هايبر ثريدنج هيبقى تعبان جدا مع العاب كتير. فاعلى كارت ممكن نرجحه معاه هو 480 او 470 كمان. 480 او 470 مش 480. يعني مع 6100 اخر كارت نقدر نلعب بيه هو ال 480، ده اعلى حاجه ممكن نجيبها. مع 6500 اعلى كارت جاب مع كارت مثلا 1070، ممكن 1080 كمان يعني، وممكن 1080 كمان مع 6500. وال 7700 كده يشتغل مع اي كارت، حتى لو دول 1080 تي اي، حتى لو كارتين اس ال اي هيشتغل معاهم كويس. هي الفكره بالنسبه لي اكتر هي فكره موازنه البروسيسور مع الكارت الموجود في الجهاز، عشان تبقى الالعاب مستريحه من ناحيتين اكتر يعني. فهي دي بالنسبه لي اكتر حاجه متوازنه بالنسبه للبروسيسورات بتاعت الانتل اي. يبقى انا بالنسبه لي انا كده استقريت على 7700 كي. اوكي، يبقى احنا كده حطينا 3 معالجات، سواء الفئه العاليه او الفئه المتوسطه او الفئه القليله. انا طبعا هختار لما ان انا رايح لل 4 كي، فانا هجيب ال 7700 كي. هو خراب بيوت، بس خراب بيوت هو خراب بيوت خراب بيوت اجباري الجهاز ده. خلاص المره الجايه ان شاء الله باذن الله نبقى نتكلم على ايه، اللوحه الام او المذر بورد. اللوحه الام لانها تاني اهم عنصر في الجهاز، يعني عشان برضو بقيه القطع اللي هنحتاجها ليها. تمام. احنا برضو لو الناس محتاجه اي اسئله، لو الناس عايزه تعرف اي حاجه، ممكن يسيبوا لنا اسئله في الكومنتات تحت، واحنا ان شاء الله باذن الله نجاوبهم في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. يلا شكرا يا عبد الخالق، عرفتك معايا النهارده شويه. لا عادي والله ولا يهمك. خلاص هكلمك بقى كمان يومين كده نشوف موضوع البورد. خلاص ان شاء الله. ماشي يا باشا، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.